السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديدة. نتمنى ان شاء الله يا ربي تكونوا كاع غايه وانتم ما تشوفوا في هذا لا فيديو. اليوم جبت لكم وصفه تاع كاطو الرحى ولا لامبوط بطريقه بزاف سهله وتخرج لكم الكاطو تاعكم يخرج لكم بزاف شباب. هنايا درت مبشور تاع حبه ليمون ودرت كيله تاع البيض. المهم هنا الكيله اللي تبداو بها كملوا بها، الا بديتو بكاس كملوا بالكاس. درت كيله تاع بيض، انا كيله تاعي عفوا كبيره، درت لي 10 حبات تاع بيض ودرت في وسطها مغرف تاع لافاني ودرت رشه تاع الملح. شوفوا هنايا السر كاع تاع هذا الكاطو راه في الباتور، الخدمه يلق تكون بالباتور. طلعت مليح هذاك البيض مع كيله تاع السكر حتى يذوب هذاك السكر ويتضاعف الحجم تاع الخليط تاعكم ويتغير اللون تاعه يولي بيض كيما نخدمو الجينواز. من بعد عندي كيلة ونص تاع الزيت. نبدا نضيف فيها بالتدريج وفي نفس الوقت راني نخلط بالباتور، يدكم كاع ما تقلعوهاش من الباتور، والزيت هنايا ضيفوه بالتدريج. من بعد عندي نص كيلة تاع مايزينا تقدروا تروحوا من نص كيلة حتى الكيلة. هي اللي غادي تعطيكم هذيك القرمشه تاع الكاطو. نخلطها مليح بالباتور ومن بعد كيميائيه 2 كيس تاع خميره كيميائيه، ونبدا نضيف في الفرينه ونلم في العجينه تاعي حتى نتحصل على عجينه تكون طريه تتلصق ما تكونش يابسه. انا نبغي نخدم بالفرينه، ندي شويه تاع العجين نديره في هذيك الرحه ونشكل الحبات تاوعي. هنايا كي يخرج لكم هذيك العجينه من هذاك المحقن، دوروها بصباعكم ومن بعد شكلوا هذيك الدويره باش تجيكم هذاك الشكل تاعها شباب، تجيكم الحبه مفصله. فوالا هنايا درت شكلين، درت هذا الشكل تاع التقليدي عفوا اللي متعودين عليه، والنص الاخر درته سيجار. برك هنايا كي ديروه تخرجوا هذيك العجينه سيو تخرجوها الطول تاعها يكون متساوي باش الحبات تاعكم يجيكم كيما بعضهم، ما تجيكمش حبه كبيره وحبه صغيره. ندخلها فرن مسخن 180 درجه، شعلوا عليها من تحت كي تتحمر من تحت، شعلوا عليها من الفوق وهبطوا البلا تاعكم من تحت باش كاع الحبات تاعكم يتحمروا كيف كيف ما تجيكمش حبه بحبه. كانت هذه هي الوصفه تاعنا لنهار اليوم. ما تنساوش برك خلوا لي جيم لا فيديو وخلوا لي تعليق وبارطاجوا لا فيديو مع احبابكم. واللي اول مره تشوف في القناه تاعي ولا في لي فيديو تاعي ما تنساش برك ديري ابوني وفعلي الجرس تاع الاشعارات هكا باش يوصلوك كاع لي فيديو. غادي نقسم معكم حبه باش تشوفوها كيفاه جات، ولا بغيتوا اي وصفه ولا كاش حاجه اكتبوا لي في التعليقات وانا غادي نرد عليكم. غادي تلقاو في صندوق الوصف نحط لكم رابط الصفحه تاعي تاع فيسبوك ورابط الصفحه تاعي تاع الانستغرام هكا باش تقدروا تتواصلوا معايا.